السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ اتمنى ان شاء الله ان انتم تكونوا بتستفادوا من الفيديوهات اللي بننزلها هنا على القناة. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد في قناتنا هنتكلم فيه عن مرض من اخطر الامراض اللي بتيجي للدواجن عموما. خسايره كتير، ولو اهملناه بيبقى عندنا مشاكل فعلا كبيرة في الدورة اللي احنا بنربيها. بينفق فراخ، وحتى لو ما نفقش فراخ على الاقل بيقلل الاوزان. مرض فعلا من الامراض الرخمه اللي لازم كده كده هتيجي للفراخ، يعني هو كده كده بيصيب الدواجن عموما، ويؤثر اكتر حاجه على دجاج التسمين او فراخ التسمين زي الفراخ الساس والفراخ البيضاء. تمام. هنكمل ان شاء الله متابعه الدوره بتاعتنا، وزي ما قلنا قبل كده ان دوره الفراخ او الاعداد الصغيره ديت هي اصعب الدورات. الاعداد الصغيره ال10 فرخات وال15 فرخه صعبه جدا، لان انت محتاج تبذل مجهود اكتر مع الفراخ دي. هنكمل الدورة بتاعتنا عشان تشوفوا بشكل طبيعي وعلى الطبيعة الفراخ لو جالها المرض اللي احنا بنتكلم عليه ده ايه اللي هيحصل، وهل هيأثر على الفراخ فعلا ولا لا. تمام. نبدأ بقى على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المرض اللي هنتكلم عليه النهاردة يا جماعة ده هو الكوكسيديا. مرض من أرخم الأمراض اللي بتيجي للفراخ أو الدواجن بصفة عامة. تمام. بتيجي للبط، بتيجي للفراخ، بتيجي لكل الطيور عموما، لكن هي بتأثر أكتر على الفراخ التسمين زي الفراخ الساس والفراخ البيضاء. تمام كده. المشكلة في المرض ده واللي مخليه من أخطر الأمراض اللي فعلا بتيجي للفراخ إن الناس ما بتهتمش بيه قد كده. يعني إيه؟ يعني الفراخ بتسهل شوية، كشة شوية، متغيرة شوية، مش مشكلة. تمام. سواء كانت ست الكل اللي بتربي في البيت كمية بسيطة، بتقول لك مش شرط ان انا اجيب لهم دواء، ده انا مش عاوز ان انا اجيب علاج، انا عاوز اربي فراخ كويسة من غير ما احط ادوية والكلام ده. او حتى المربين المزارع ممكن ما يهتمش قد كده بالكوكسيديا، لان هو كل اهتمامه منصب على الفيروسات. يعني فبقول لك انا بحصن للفيروسات من قبل ما تيجي، فبيهتم قوي ان هو يحصن عشان لا قدر الله الفيروس لو جه ويشوط في الفراخ ممكن يطير منه الفراخ كلها. فاهم حاجه عنده الفيروسات. لكن بالنسبه للكوكسيديا يقول لك لا مش مشكله، انا ممكن استخدم اي حاجه عضويه، احط شويه توم، شويه بصل، اي مضادات حيويه زي كده تظبط لي العمليه، احط مطهرات معويه زي الجنزبيل والحاجات ديت. تمام. فما بيهتمش قوي ان هو يعالج الكوكسيديا. وزي ما قلنا بالنسبه للتربيه المنزليه، الست اللي بتربي في البيت فرختين للعيال فتقول لك لا انا مش عاوز اكلهم حاجه فيها ادويه. طيب مرض الكوكسيديا مرض وحش جدا، مرض سيء. لما بيجي ممكن فعلا ينفق معايا الفراخ، ممكن يتسبب الفراخ عندي تموت. والنفق بتاعها يعلى كمان لو انا ما اهتمتش وعالجت. وحتى لو ما تسببش ان الفراخ ماتت، على الاقل هو بيقلل وزن الطير. تلاقي الفراخ بتاعتي بدأت تنشف وتخس، بتسيف، يعني اللحم اللي في صدرها ده بينفض، ما عادش لحم، وتلاقي صدر الفرخه بان سيف خالص، العظم بان، بقت هيكل عظمي. ممكن تقعد يوم اتنين تلاته كشه وتموت. تمام. فهي تقول لك لا مش مشكله، ايه يعني لما يموت فرخ يومين ثلاثه وتلاقي فرخ تاني كش ويموت، تقول لك مش مشكله عادي برضه ما اجيبش علاج. لا، العلاجات اللي احنا بنحطها للفراخ يا جماعه، العلاجات ديت هي اللي بتحافظ على الفرخ يمشي معانا كويس، وهي اللي بتحافظ عليه يكون طعمه حلو. يعني لما يكون في بكتيريا عايشه في الفرخ بتاكل فيه وبتاكل في جسمه وبتاثر على حيويته وبتاثر على نموه، طبيعي الفرخ هيبقى وحش وطعمه هيبقى وحش. فالعلاجات اللي احنا بنقول حطوها ديت هي 3 أو 4 جرعات طول الدوره. بالنسبة للكميات البسيطة اللي هي ال10 فرخات وال15 وال20 فرخة، يعني تكلفتها لا تذكر. تكلفتها كلها على بعضها كده في الدورة يمكن ما تجيبش 50 جنيه بالنسبة لنا. بنحط دواء الاستقبال أول 3 4 أيام أول ما الفراخ بتيجي، وبعد كده كل 10 أيام بحط فيهم 3 4 أيام جرعة للكوكسيديا. تمام. حتى الجرعة الأخيرة اللي هي بتاعت ال30 لو الفراخ جاية معايا كويسة وهتتذبح بدري على عمر 33 يوم 35 يوم ممكن أصلا ما أحطهاش كمان، يعني أصبحت إيه، جرعتين بس طول الدورة. انا لو ما اهتمتش بالعلاج ده، لو ما اهتمتش بان انا احط جرعه الكوكسيديا وقايه قبل ما تيجي، احنا بنحطها كل 10 ايام 3 4 ايام قبل ما المرض يجي. طب انا لو ما اهتمتش بكده المرض لما بيجي بيبقى رخم، وحتى لو جه وعدى هو كده كده هيجي تاني. الكوكسيديا عباره عن جرثومه جراثيم عايشه جوه الطير، بتيجي من لخبطه الجو، بتيجي من لخبطه من ان الفرشه بتاعتك مش مظبطه. لذلك انا دايما باكد اهتموا بالفرشه، قلب فرشتك، ظبط فرشتك، اهتم بالتهويه، اهتم بدافع درجه الحراره بالنهار تبقى قريبه من درجه الحراره بالليل. تمام كده. فاي لخبطه في الحاجات دي الطبيعي هتلاقي مرض الكوكسيديا جه، وما دام جه هتلاقي الفراخ بدات تكش وتنفد معايا، في منها اللي هيموت واللي هيعدي وزنه هينزل معايا، مش هيرمي معايا الوزن اللي انا عاوزه، يبقى خسرني، يبقى انا استفدت، يبقى رب وبخسر. طيب احنا دلوقتي هنتابع الفراخ بتاعتنا
احنا وزننا الفراخ بتاعتنا بتاعت الدورة اللي احنا ماشيين عليها ديت عمر 10 ايام، كان متوسط الوزن عامل 280 جرام. تمام، 280 جرام على عمر 10 ايام. الفراخ كانت كويسة جدا، الحيوية تمام، الحركة تمام، مفيش اسهال، مفيش اي مشكلة. طيب احنا تعمدنا ان احنا نغير الجو على الفراخ، يعني درجة حرارة بالنهار كانت ماشية 35 في المتوسط، وكانت بتنزل درجة حرارة بالليل في العشرينات من 20 ل 25. تمام. المفروض ان انت بترفع الدفع بتاعك بالليل عشان يقرب من ال 35 من درجة النهار. احنا قلنا ان احنا في الاسبوع الاولاني بنستقبل على 33، في الاسبوع الثاني بنثبت درجة الحرارة على 30. تمام كده. فاحنا المفروض درجة الحرارة معانا بالنهار هي كده كده مظبوطة. طب بالليل المفروض ان انا اقربها من 30 او اخليها تمسك 30، 28، 30 في الحدود دي. انا عملت ايه بقى؟ لا انا ما عملتش كده. الإضاءة زي ما انتم شايفين في الفيديو، قللت الإضاءة جدا، قللت الإضاءة، ضعفتها. برضه فتحت التهويات، قللت درجة الحرارة، خليت الجو برد على الفرخ بالليل، غيرت الجو على الفرخ بالليل، بقى أصبح الجو عندي بالنهار درجة الحرارة بتاعته 35، وكان بالليل جايب معايا 20. فأنا غيرت الجو على الفراخ بمزاجي عشان أعرفكم الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده برضه، عشان يبقى في ثقه ان انا لما اقول لك ظبط جوك، امشي كذا امشي كذا، تبقى عارف ان انا بهتم. ظبط الدفع، ظبط الاضاءه، تبقى عارف ان انا كلامي مظبوط، ان انا بهتم بالفرخ يطلع معاك تمام. تمام. طب انا غيرت الكلام اللي انا كنت بقوله، قللت الدفع وقللت الاضاءه بالليل، ايه اللي هيحصل؟ الفراخ هيجي لك اوكسيدي، وهتشوفوا الكلام ده اهو. عدى عليا يوم 10 ويوم 11 ما حطيتش جرعه للكوكسيديا، وغيرت الجو على الفراخ، فالفراخ فعلا جالها كوكسيديا. تمام. طيب ايه اعراضها؟ تلاقي الفرخ واقف كانن كاشش، ما بياكلش قد كده، سحبه في العلف خف خالص، بادئ جسمه ينفد، دماغه تدخل جوه جسمه، جناحاته تدلدل، الريش يقف. تمام. شكله غريب، وشه بهتان، تلاقي الفرخ واقف كده حركته ضعيفة مش زي الأول. دي كلها أعراض طبعا مصحوبة أوقات كتير وغالبا بإسهالات، بيبقى فيه أشكال مختلفة للإسهالات، إسهال بأبيض أو بني، وأصعب حاجة اللي هو الإسهال المدمم. تمام، ده آخر حاجة وأصعب حاجة. فالحاجات اللي احنا كلها ديت قلناها، دي كلها دي أعراض للكوكسيديا. فالحاجات اللي احنا قلناها دي كلها دي أعراض لمرض الكوكسيديا. تمام كده. وزننا الفراخ بتاعتنا، بص موازين الفراخ عامله ازاي، اللي كانت عامله متوسط 280 وعمر 10 ايام، مفترض ان الفراخ النهارده تعدي معايا ال 300، تبقى عامله 350 في المتوسط على 12 يوم. بص وزن الفراخ على 12 يوم، فرخ الحلو عامل معايا 300 جرام، 315 جرام. تمام كده. بص فرخ تاني عامل 245 جرام و240 جرام، يعني يعتبر ما زادش اصلا، هو كان عامل اصلا 240 جرام على 10 ايام. والفرخ ده عامل 300 جرام برضه اهو، زاد زياده بسيطه جدا من 280 رفع ل 300. وادي فرخ كمان برضه عامل 280 جرام او 290 جرام اهو، برضه زياده بسيطه جدا. شفتوا ايه اللي حصل؟ اوزان الفراخ اتأثرت، الفراخ ما بتاكلش، كشه متغيره، الاخراجات بتاعتها حتى شوف الحمام الاخراج بتاعه على الميزان اهو، الاخراجات بتاعتها اتغيرت، الفرخ جاله كوكسيديا اثرت عليه. بالطبيعي احنا لو سيبناها كده الفراخ هتخسرنا. عملنا ايه بقى عشان نعدل الوضع ده وعشان نظبط الدنيا؟ عملنا ايه بقى؟ يوم 12 في عمر الفراخ بدينا ان احنا نظبط الجو تاني، ظبطنا الفرشه، قلبنا الفرشه، الدفع بتاعك كده كده بالنهار اصلا مظبوط، لان درجه الحراره بالنهار عاليه، ماسكه 33 ل 35. تمام. بدأنا نحط علاج الكوكسيديا زي ما انتم شايفين الاخراجات بتاعه الكوكسيديا على الارض اهي، بدأنا ان احنا نحط علاج الكوكسيديا، وزي ما انتم شايفين برضو ماشي على النظام بتاعي ان احنا ايه، بنرفع العلف في النهار، نجوع الفرخ شويه شويه، مش تجويع كتير طبعا، لان التجويع كتير كده كده بيقلل معاه الاوزان وبيهبط معاه الفرخ وبيقلل مناعته. فاحنا بنرفع العلف عشان يبقى بنأكل بالطاقه، ياكل يجوع يرجع ياكل تاني زي ما قلنا قبل كده. تجويع الفرخ شويه لما يكون عنده كوكسيديا، لما بجوعه شويه وبعطشه شويه بيبدا ان هو يفوق معايا، لانه بيقوم عشان يدور على الاكل والميه فبيفوق معايا. فلما باجي ان انا انزل له الميه والعلف بياكل وبيشرب فيستفاد. لكن انا لما احط الدواء في الميه وهو اصلا كان قدامه ميه قبل كده والفرخ تعبان وهبطان، فمش كل الفراخ بتقوم تاكل ولا تشرب، بيأثر على الفراخ اللي هي قاعده مناعتها ضعيفه ولا بتاكل ولا بتشرب، ما بتستفادش بالدواء اصلا يعني. تمام.
فاحنا بنجوع وبنعطش الطبيعي بتاعنا، وخصوصا لما يكون في دواء بعطش شويه. الميه كده كده ما بتتشالش من قدام الفراخ في حاله ان مفيش دواء، لكن لو هحط دواء بشيل الميه من قدام الفراخ ساعه ساعتين عادي عشان اعطش الفرخ شويه. عطشنا الفرخ بتاعنا وجوعناه، وبعد كده ايه حطينا جرعه الكوكسيديا اهي. جرعه الكوكسيديا بتجيبها من اي بيطري جنبك، هتروح لاي بيطري على عمر 10 ايام قبل ما الفراخ يجي لها كوكسيديا، وقبل ما تتعب وقبل اي حاجه بتروح تقول له عاوز جرعه للكوكسيديا ل10 فرخات 15 20 على حسب العدد اللي عندك. هديك شويه دواء للكوكسيديا، مفيش 10 جنيه 15 جنيه، حاجه بسيطه جدا تحافظ على الفرخه. حتى لو انت غلطت او حصل عندك عيب زي ما احنا عملنا هنا في فراخنا كده في الدوره بتاعتنا، احنا غيرنا الجو على الفرخ بمزاجنا عشان نشوف لو جاله كوكسيديا ايه اللي هيحصل. رجعنا تاني زي ما انتم شايفين كده، عملنا ايه، ركبنا لمبه حمراء ايه عشان تدفي المكان معانا بالليل. الفراخ نايمه متسطحه مزاجها مية مية، الفرشه متقلبه، علينا الفرشه، الميه موجوده طبعا بالعلاج، الكوكسيديا محطوطه. بس مفيش علف زي ما قلنا، بنرفع العلف عشان نجوع الشوايه ونرجع ننزله تاني، بس مش اكتر من كده. بكده ان انا ببدأ ان انا تاني اعدل الجو بتاع الفراخ بتاعي عشان امشي على درجة حرارة 30 في المتوسط بالليل زي بالنهار في الاسبوع التاني. طبعا بالنهار زي ما قلنا هي 33 35 على حسب الجو، انا كل اللي بعمله ان انا بهوي. لكن في البيوت لا اقول لك شغال مروحة ولا اقول لك شغال شفاط ولا الكلام ده. باجي بقى بالليل بظبط الدنيا عندي ان انا بشغل اللمبة الحمراء بترفع لي درجة الحرارة تاني ل 30. هنشوف ميزان الحرارة دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين كده على ميزان الحرارة، درجة الحرارة حاليا ماسكة 30 اهي، ماسكة 30 تمام. فكده الفراخ ظبطت معايا، لذلك الفراخ بدأت تقوم تتحرك وتمشي والدنيا تمام. هنكمل بقى ان شاء الله جرعة الكوكسيديا بتاعتنا لمدة 4 ايام زي ما قلنا، 4 ايام بس هتظبط معانا الفراخ اكيد باذن الله. هتلاقي الفراخ اتظبطت تاني، الكشاشان اللي عندهم وقلة الاكل والكلام كل ده هيروح، والفراخ هتظبط معانا وهتبدأ تسحب معانا علف تاني. وان شاء الله يومين بعد الجرعه بتاعت الكوكسيديا ديت نرجع نوزن تاني الفراخ ونشوف هل الفراخ بقى بدات ترد ولا لا. فاتمنى بقى حضراتكم انتوا بتربوا الفراخ في البيت عشان توفروا للعيال، بدل ما ياكلوا حاجه من بره حاجه مش كويسه، لا احنا بنربي لهم حاجه كويسه في البيت، واحنا عاوزين الفرخ يبقى تمام وطعمه حلو وكل حاجه تمام، ما عندناش مشكله. العلاجات اللي احنا بنقول حطوها دي علاجات بسيطه جدا. جرعه اللي او الاستقبال اللي نقول هاتوه في الاول يا دوب هو من يوم لثلاث ايام، يعني من يوم لثلاث ايام ميه بيضه بعد الجرعه خلاص، ولا كانك حطيتي حاجه اصلا، ولا كانك حطيتي علاج. بالعكس الفرخ بيبقى فايق معاكي، يقدر يشيل وزن، تسيبيه لو عاوزه تسيبيه 50 يوم 60 يوم سيبيه وانت مطمنه تمام. مش اول ما يجيب 35 انت لا خايفه للفراخ تموت ولا يجرى حاجه عمرها ده بحلاق. انت لو عايزه تسيبيه ما دام انت الجو عندك مناسب والدنيا كويسه سيبيه، ما دام انت مدياله جرعات الكوكسيديا بتاعته خلاص الفرخ اتاسس معاكي تمام. فما تقلقيش خالص، دواء الكوكسيديا كل 10 ايام مهم جدا للفراخ، بيحافظ عليها وبيحافظ على صحتها، لان الكوكسيديا لما بتيجي بتضرب مناعه الفرخ بتقلل اوزانه، وفعلا ممكن تموت معاكي كميه كبيره كمان، لان بتنشف معانا الفرخ ويبعد عن الاكل يوم واتنين وبعدين يموت تمام. الفيديو الجاي بقى ان شاء الله هنشوف احنا ازاي نقدر نرفع اوزان الفراخ بتاعتنا، والخلطات اللي ممكن نعملها عشان نعلي بقى الاوزان تاني والفراخ ترد معانا ان شاء الله. استنونا بقى الفيديو الجاي مهم جدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.